لبؤات الأطلس على استعداد تام لمواجهة منتخب فرنسا في كأس العالم للسيدات لدور ال16. أهلا وسهلا بالجميع. هنتعرف النهاردة ماذا قالت لبؤات الأطلس فاطمة تاغناوت. قالت الاستعداد أو الاستعدادات تمر في أجواء جيدة، نحن مسرورات بالتأهل إلى ثمن النهائي، نستعد اللقاء مع فرنسا ونتمنى التوفيق وإسعاد الشعب المغربي مجددا. أما بالنسبة عن إيناس شيماء فقد قالت الاستعدادات تمر في أجواء جيدة، نحن أيضا مسرورات إلى ثمن النهائي، نستعد للقاء مع فرنسا ونتمنى التوفيق وإسعاد الشعب المغربي. هذا ما قالته لاعبات منتخب المغرب. المباراة سوف تقوم إن شاء الله يوم الثلاث المقبل في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت المغرب، والساعة 3 بتوقيت مصر والسعودية والعراق وقطر وفلسطين. بنتمنى كل التأهل والصدارة والفوز لمنتخب المغرب على فرنسا. وطبعا في منتخب فرنسا يوجد به لاعبات مغربيات. وماذا قالت سكينة كرشاوي أيضا لاعبة المنتخب الفرنسي؟ فخورة بأصولي المغربية ولا أتمنى حظا موفقا للمغرب أمامنا. تحدثت لاعبة المنتخب الفرنسي النسوي سكينة كرشاوي عن أصولها المغربية والمواجهة التي تنتظرها أمام لبؤات الأطلس في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، مؤكدة أنها فخورة بجذورها وانحدارها مع الوالدين إن هما يكونوا والدين مغربيين. وقالت كرشاوي في ندوة صحفية عقدتها، قالت أن أسرتي ستجتمع على مناصرة ابنتها، سيكون الأمر خاصا واستثنائيا كذلك بالنسبة لهم. وتتابع صاحبة السن 27 سنة التي تشعل مركز الظهير الأيسر مع المنتخب الفرنسي. يذكر أن المنتخبين المغربي والفرنسي سيتواجهان يوم الثلاث بإذن الله، انطلاق منتصف النهار الساعة 1 ظهرا بتوقيت المغرب زي ما قلنا، والساعة 3 بتوقيت مصر. أتمنى كل الفوز والتأهل لمنتخب المغرب. دعواتكم لمنتخب المغرب واللبؤات الأطلس أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات. دمتم في رعاية الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك.